People at family. Accused claims he heard voices coming from within the house. لكنه قال ان كان ليه 3 اصدقاء، ال3 دول قرأوا الكتاب ده في نسخته الاولى قبل ما كان يتعرض على الجمهور. الشخص الاولاني اللي خد الكتاب عربيته ولعت بس هو ما حصلوش حاجه، اما الشخص التاني عربيته غرقت، اما الشخص الثالث واللي خد الفصل الاول والثاني من الكتاب لقوه محروق في بيته. في الجزء الاول حكيت لكم عن تفاصيل الجريمه اللي حصلت في البيت وعن مين اللي نفذها وايه القوه الشريره اللي كانت بتهمس له انه يعمل كده. لو ما شفتوش الحلقه الاولى دي روحوا شوفوها عشان تفهموا الجزء ده بيتكلم عن ايه، وتعالوا كملوا الجزء ده لان الاحداث مربوطه ببعض. وفي الجزء ده هنشوف ايه اللي حصل لجورج وكاسي واولادهم الملاك الجدد للبيت، وكمان مؤلف كتاب رعب أميتيفيل جي أنيسون. يا ترى ايه اللي حصل له وايه اللي حصل لاصحابه ال3 بسبب الكتاب ده. وقبل ما نبدأ احب افكركم بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وطبعا اللايك الجميل. يلا بينا. في ليلة من الليالي اللي جورج بيصحى فيها الساعة 3:15 الفجر سامع صوت زي فرقة موسيقية بتعزف. وفين الكلام ده؟ في الريسبشن عنده تحت في البيت. واول ما نزل يشوف في ايه والصوت ده جاي منين ومين اللي بيعمل كده، فجأة لقى الصوت وقف ومبقاش ليه اي اثر. بس الغريب انه لقى الاساس اللي في الريسبشن كان متحرك من مكانه وعامل زي فراغ كده او حتة فاضية اللي يعزف ويرقص في المكان ده. ومن هنا لقى جورج ان الوضع ما يتسكتش عليه، فقرر انه يجيب كاهن من الكنيسة عشان يطرد الارواح الشريرة الموجودة في البيت. بس الكاهن اللي جه عشان يخلصهم من الشر ده هو بنفسه عانى من الشر الموجود في البيت واتصاب بمرض محدش يعرف علاجه ايه، وبقى بيهلوس وهو بس اللي بيشوف حاجات محدش بيشوفها غيره. في 14 يناير 1976 كان عدى على وجود الأسرة الجديدة دي حوالي 28 يوم بس. وفي الليلة الأخيرة من وجودهم في البيت حصلت حاجات غريبة ومخيفة خلتهم يجروا من البيت فورا، لدرجة انهم سابوا كل متعلقاتهم الشخصية. وكل اللي حصل لجورج وكاسي وأولادهم حكاه المؤلف جي أنيسون في كتابه رعب أميتيفيل. الكتاب حقق وقتها مبيعات كبيرة جدا في الولايات المتحدة والعالم كله، والكلام ده كان سنة 1977. وبعد ما الكتاب سمع في أرجاء العالم كله بدأت الصحافة تعمل لقاءات صحفية مع جي أنيسون مؤلف الكتاب. وفي لقاء من لقاءات صحفي من الصحفيين سأله قال له هل الكتاب ده وانت بتألفه حصل معاك أي حاجة غريبة؟ كان رد المؤلف ساعتها إنه لا، ما حصلش أي حاجة، على الرغم من إن القريبين من المؤلف جي أنيسون قالوا إن هو حصل له زي أزمة قلبية في وقت ما كان بيألف الكتاب وبعدها. لكن جي أنيسون لما اتقال له الكلام ده قال إن الأزمة دي حصلت له بسبب شربه الكتير للسجاير، وما يقدرش يقول إن اللي حصل له ده كان بسبب الكتاب. لكنه قال إن كان ليه 3 أصدقاء، ال3 دول هم اللي قرأوا الكتاب ده في نسخته الأولى قبل ما كان يتعرض على الجمهور. الشخص الأولاني اللي خد الكتاب عربيته ولعت بس هو ما حصلوش حاجة، أما الشخص التاني عربيته غرقت وكان في الوقت ده كان معاه ابنه، وهما الاتنين قدروا يطلعوا من العربية. وفي الوقت ده قالوا ان الكتاب كان معانا في شنطة العربية، ولما طلعوا العربية بتاعتهم لقوا ان الشنطة كان فيها متعلقات شخصية كلها اتبلت باستثناء الكتاب. ما طلوش اي نقطة مية مع انه كان عايم في الشنطة في وسط المية، بس برضه ما طلتوش ولا ذرة مية. اما الشخص الثالث واللي خد الفصل الاول والثاني من الكتاب لقوه محروق في بيته، واساس بيته كله محروق الا حاجة واحدة، النسخة الاولى من الكتاب ما حصلهاش اي حاجة ولا حتى ذرة غبار. واتعمل عن البيت ده 4 أفلام رعب كانت بتحمل اسم رعب أميتيفيل، لكن اتضافت في الأفلام دي شوية حبكة من الدراما. هسيب لكم أسماء ال4 أفلام دول، بس أتمنى إن اللي قلبه جامد هو بس اللي يتفرج عليها بس. ودي كانت حكاية اتمنى ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، او اعملوا متابعه لو انتوا بتتفرجوا عليها من الفيسبوك. وطبعا يشرفنا اللايك الجميل بتاعكم، وكالعاده بونا زيوا سلام.